السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال مس عايدة، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات الدرس الثالث في الوحدة الثانية جغرافيا من كتاب الامتحان صفحة 101 من درس الأخطار البيئية. قبل ما نبتدي في حل التدريبات عايزة أفكركم إن إحنا معانا لايف كل تلات وجمعة الساعة 10 طول شهر رمضان. أي جزئية مش فاهمينها في كل المنهج بتاعنا تاريخ أو جغرافيا بشرحها لكم في اللايف. يا ريت أي حد محتاج أي حاجة استنوني في اللايف الساعة 10 تلات وجمعة بإذن الله. نبتدي حل التدريبات بتاعتنا ونقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. غرق السواحل أحد الآثار الناتجة. السواحل بتغرق نتيجة حاجتين، طبعا الأعاصير والدفء الكوني. حد يقول إيه الدفء الكوني ده؟ اللي هو الاحتباس الحراري، فطبعا هي مكتوبة بين قوسين كده محدش بيركز فيها قوي. أي من الأخطار الآتية يصعب أن تعاني مصر منه؟ إيه بقى اللي ما بيحصلش لنا؟ حرائق الغابات، لأن إحنا ما عندناش غابات. الصورة المقابلة توضح أحد أسباب حدوث طبعا التصحر، لأن دي اللي هو الاستخدام طرق الري التقليدية اللي هو بيؤدي إلى تملح التربة من أسباب التصحر. أي مما يلي يعد أحد العوامل التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري؟ طبعا الأعاصير، انهيارات، هي معانا حرائق الغابات. الأسباب الطبيعية لتدهور القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية إزالة الغطاء النباتي؟ لا. الرعي الجائر ولا التقليدي ولا تناقص كمية الأمطار؟ هو عايز سبب طبيعي. كل دي من أسباب التصحر أو القدرة الإنتاجية، إلا إن السبب الطبيعي هو تناقص كمية الأمطار. يؤدي الرعي الجائر إلى تجريف التربة ولا التصحر ولا السيول ولا الفيضانات؟ طبعا بيؤدي للتصحر. الصورة اللي قدامنا ده مؤتمر المناخ، بيقول لنا من أهم أهدافه مواجهة الآثار المترتبة على الاحتباس الحراري. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب، ما ننساهوش. تدخل الإنسان في الطبيعة سلاح ذو حدين؟ صح. تعتبر ملوحة التربة أحد أسباب التصحر؟ صح. الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية من أسباب المباشرة للدفء الكوني؟ خطأ، دي من أسباب التصحر. تعد الغابات جزء لا يتجزأ من النظام البيئي وتحافظ على استقراره؟ صح. يؤدي البرق والصواعق إلى إحداث حرائق الغابات؟ صح. يعد الاحتباس الحراري أحد الأخطار الطبيعية التي لا دخل للإنسان فيها؟ خطأ، هو ده أحد الأخطار البيئية. بس احنا بدل ما نصلح كل دي هنشيل الاحتباس الحراري مثلا ونحط أي حاجة من الأخطار البيئية، يعني مثلا الزلازل، تمام؟ أو هنسيب الاحتباس الحراري ونحط هنا، يبقى لو ما حطناش الزلازل بقى هنحط الأخطار البيئية التي تحدث بسبب تدخل الإنسان، تمام؟ يبقى لا هنغير الخطر يا إما هنغير النوع بتاعها. بس بما إن السؤال تبع الدرس ده فمش هنغير النوع، هنغير الخطر نفسه. طبعا حللكم عشان ما ناخدش وقت كتير في الفيديو، ويلا نبتدي ونقول اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه كل عبارة. تدهور القدرة الإنتاجية للأرض التصحر، من أهم الثروات الطبيعية وتساعد على التخلص من الملوثات الغابات، الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة السفلى من الغلاف الجوي، الاحتباس الحراري. بما تفسر ظهور الأخطار البيئية بسبب، اللي هي تعريف بقى كأننا بنقول تعريف الأخطار البيئية، بسبب تدخل الإنسان في الطبيعة وإفراطه في استخدام التكنولوجيا المضرة للبيئة، مما أدى إلى حدوث تغيرات مناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة وحدوث الجفاف والتصحر. تفسر انتشار التصحر أسبابه، بنقول بسبب 1 تناقص كمية الأمطار، زحف الكثبان الرملية، قطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي، الرعي الجائر وغير المنظم، والاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، وآخر حاجة تملح التربة نتيجة استخدام طرق الري التقليدية. 3 أهمية الغابات. أهم
الثروات الطبيعية وجزء من النظام البيئي. 2. تساعد الأرض على التخلص من الملوثات. 3. مصدر هام للأخشاب. 4. نشوب حرائق الغابات أسبابها: 1. حدوث البرق والصواعق، وده طبعا سبب طبيعي. التخلص من المخلفات بطريقة الحرق، وده بشري. وعمليات الطهي دون الأخذ بالاحتياطات الضرورية لتجنب امتداد النيران، وده كمان سبب بشري. بما تفسر حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري. طبعا إجابتها طويلة شوية وما بقاش في مكان، فهنشوفها مع بعض في الكتاب. 1. انبعاث الغازات الدفيئة التي تنتج عن الأنشطة البشرية. 2. قطع الغابات وإزالتها. 3. حرق الغابات. 6. غرق السواحل. 1. طبعا احنا عندنا السواحل بتغرق نتيجة حاجتين: 1. حدوث الأعاصير مما يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر، دي اللي هي الأعاصير بتعمل برضو غرق للسواحل. طيب ايه كمان؟ الاحتباس الحراري. طب ازاي؟ الذي يؤدي إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه، وطبعا بيعمل غرق للسواحل. ما النتائج المترتبة على الاحتباس الحراري؟ طبعا إجابتها كبيرة جدا، فيلا بينا نشوف إجابتها في الكتاب. 1. ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم. يا ريت يا شباب نحفظهم بالترتيب. أي سؤال تاني ممكن نقول ما النتائج بدون ترتيب عادي، إنما دي لأن الأحداث كلها مترتبة على بعض. يبقى 1. ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم، وبالتالي ذوبان الجليد وتقلص مساحة المناطق المتجمدة عند القطبين، وبالتالي ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، وبالتالي غرق السواحل وبعض أجزاء من المدن، وآخر حاجة تغير في باقي عناصر المناخ. 2. استخدام طرق الري التقليدية في ري الأراضي الزراعية بيؤدي إلى تملح التربة وتدهورها وتناقص قدرتها على الإنتاج الزراعي، ده المقصود بيه اللي هو التصحر. 3. حدوث حرائق الغابات بيؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي وارتفاع درجة الحرارة. طبعا دي يا شباب لو لاحظتوا ان هي مكتوبة في الكتاب للقراءة فقط او معلومات إسرائيلية، بس انا بقول لكم ان هي لازم تتذاكر. 2. اختفاء انواع كثيرة من الحيوانات والطيور وتدمير اشجار الغابات. ماذا يحدث اذا 1. اختفت جميع انواع الغابات؟ سيؤدي ذلك الى 1. صعوبة تخلص الارض من الملوثات. 2. انبعاث غازات ضارة للبيئة اللي هو زيادة ثاني أكسيد الكربون. 3. القضاء على التنوع النباتي الحيواني. آخر حاجة زيادة تأثير الاحتباس الحراري. 2. لو انخفضت درجة حرارة العالم سيؤدي ذلك إلى زيادة مساحة المناطق المتجمدة عند القطبين، وبالتالي انخفاض منسوب مياه البحار، وبالتالي حدوث تغير في باقي عناصر المناخ، كأننا بنعكس نتائج الاحتباس الحراري. لو استمر ارتفاع درجة حرارة العالم اللي هو الاحتباس هيؤدي ذلك إلى ذوبان الجليد وتقلص مساحات المناطق المتجمدة، كأننا برضو بنقول نتائج هنا بقى النتائج نفسها بتاعة الاحتباس اللي احنا لسه قايلينها. وبالتالي ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات وغرق السواحل، وبالتالي حدوث تغير في باقي عناصر المناخ كالضغط والرياح والأمطار. 4. لو تخلص الإنسان من المخلفات بطرق علمية سيؤدي ذلك إلى التقليل من ظاهرتي حرائق الغابات والاحتباس الحراري، وبالتالي حفظ التوازن البيئي. قارن ما بين حرائق الغابات والاحتباس الحراري من حيث الأسباب. أنا لسه قايله لكم أسباب حرائق الغابات، إحنا لسه قايلينها هنا بما تفسر، تمام؟ وأسباب الاحتباس الحراري برضو لسه قايلينها في السؤال التاني اللي هو الاحتباس الحراري وغرق الحريق الغابات الاتنين ورا بعض، اللي هو رقم 4 في بما تفسر ورقم 5 في بما تفسر. دلل جغرافيا على صحة كل عبارة. تبذل حكومات الدول العديد من الجهود للحد من الاحتباس. بتعمل ايه بقى؟ دي اللي عندنا في اخر الكتاب. بنقول رقم 1 ترشيد استهلاك الطاقة. 2 وقف إزالة الغابات والتحكم في الحرائق. 3 إدارة المخلفات بطرق علمية لتقليل الانبعاث الحراري. 4
فرض أو زيادة فرض الضرائب على من يستخدم طاقة تزيد الانبعاث. 2. قد يحدث التصحر لأسباب ليس للإنسان دخل فيها، قصده على الأسباب الطبيعية، فبنقول بتحدث لأسباب طبيعية التصحر زي 2. 1. تناقص كميات الأمطار. 2. زحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية. تقييمك لمصداقية العبارة، يعني هنقول العبارة صادقة ولا غير صادقة مع ذكر السبب. هناك علاقة بين الغابات واستقرار النظام البيئي. طبعا العبارة صادقة. ليه؟ حيث أن قطع الغابات أو حرقها يؤدي إلى الإخلال بالنظام البيئي. طب إزاي؟ واختفاء أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور، وكمان ارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون. ما مقترحاتك لي الحد من ظاهرة نشوب حرائق الغابات؟ هنقولها اللي هي نفس أول سؤال بتاع دلل. هنقول إيه بقى؟ طبعا هو مش عايز كلهم، احنا هنقول بس 2 كفاية. التخلص من المخلفات بطرق علمية، وطهي الطعام مع الأخذ في الاعتبار من الاحتياطات الضرورية. 2. الحفاظ على الأراضي الزراعية من التصحر. إزاي؟ عن طريق إن احنا نستخدم طرق ري حديثة، عدم إجهاد التربة بالزراعة المتكررة، وزراعة مصدات للرياح، ده عشان تمنع زحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية. احنا جبنا أسباب التصحر وبنحاول نعكسها. تعد مشكلة التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم. وضح المقصود بالتصحر. تدهور القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية. أسباب التصحر احنا لسه قايلينها فوق في بما تفسر، مكتوبة فوق في أول الصفحة رقم 2 في بما تفسر. مقترحاتك للحد من مشكلة التصحر، هنقول بقى 1. عدم قطع الأشجار. عدم استخدام طرق الري التقليدية. عدم الاستخدام المفرط للأراضي الزراعية، والحد من الرعي الجائر. برضه احنا عملنا ايه؟ جبنا الأسباب بتاعة التصحر وعكسناها. ونشوف مع بعض أسئلة التميز. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. قد تتأثر مدينة الإسكندرية في مصر بأحد الأخطار البيئية. تفتكروا إيه اللي ممكن يأثر فيها؟ هو طبعا الاحتباس الحراري، لأن احنا قلنا إن الاحتباس هيرفع درجة الحرارة فهيسيح التلج، فالتلج هيزود مياه البحار والمحيطات فهتغرق المدن الساحلية زي الإسكندرية. 2. تختلف الأخطار البيئية عن الأخطار الطبيعية في إيه بقى؟ في اقتصارها على أثارها السلبية. إن الأخطار البيئية لها سلبية بس، أما الطبيعية لها سلبية وإيجابية. تتوقع حدوث ظاهرة التصحر في بعض مناطق مصر بسبب مصر ممكن يحصل فيها إيه؟ طبعا ما عندناش كل ده، احنا عندنا الفيضانات، عندنا سد عالي، يبقى هي زحف الرمال على الأراضي الزراعية، لأن احنا عندنا صحاري من الناحيتين. تعتبر حرائق الغابات من أخطر الكوارث البيئية بسبب بتعمل إيه بقى؟ طبعا تشويه الشكل الجمالي، بس هو عايز أخطر حاجة بسبب إيه؟ استمرار آثارها الضارة لفترة طويلة، إن هي بتفضل مأثرة علينا فترة طويلة. يؤدي استصلاح الأراضي الزراعية إلى الحد من آثار مشكلة. ده بيعمل ايه؟ التصحر، ان احنا لما نستصلح اراضي فبنعوض النقص في الاراضي اللي تدهورت قدرتها الانتاجية. للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري يجب توليد الكهرباء من، عايز طبعا مصدر طاقة من مصادر الطاقة المتجددة يعني الرياح، اما دول كلهم ملوثين للبيئة. اكثر الانشطة البشرية التي تساهم في الاحتباس الحراري، النشاط اللي بيأثر في الاحتباس هو الصناعي، اللي هو الغازات والملوثات اللي بتطلع من المصانع. العامل المشترك لحدوث ظاهرتي التصحر والاحتباس الحراري هما الاتنين قطع الغابات بيبقى سبب فيهم. كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام العبارة. مع التصويب، يكاد يقتصر حدوث ظاهرة الدفء الكوني على الأسباب البشرية. صح، لأن معظمها أسباب بشرية. تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري إلى تناقص مساحة المسطحات المائية. غلط، هنشيل تناقص دي ونعملها زيادة. تساهم عمليات تدوير المخلفات بطرق علمية إلى الحد من حرائق الغابات. صح. يحدث غرق السواحل وبعض أجزاء من المدن الساحلية كنتيجة مباشرة للاحتباس الحراري. غلط، ذوبان
الجليد. تزداد خطورة حرائق الغابات بتأثير سرعة الرياح؟ طبعا صح، لأن الهواء كل ما زاد فطبعا ده بيساعد على اشتعال النيران في الغابات بسرعة أكبر. حدد أوجه الشبه والاختلاف ما بين الأخطار الطبيعية والبيئية. هنقول أول حاجة الأخطار الطبيعية أو أوجه التشابه الأول، حيث أن كل منهما يحدث نتيجة عوامل طبيعية ولهم أضرار. طيب أوجه الاختلاف، الأخطار الطبيعية لها جوانب إيجابية بتؤدي لتحقيق التوازن الأرضي، أما الأخطار البيئية بقى نشوفها فوق، تحدث نتيجة تدخل الإنسان والطبيعة وتجلب كوارث على الطبيعة في الحاضر والمستقبل. حدد تقييمك لمصداقية العبارة الآتية: تدخل الإنسان في الطبيعة سلاح ذو حدين. يعني كأنه بيقولك هل الأخطار أو تدخل الإنسان في الطبيعة لها حاجات إيجابية وسلبية؟ هنقول أول حاجة عبارة صادقة. ليه بقى؟ حيث أن قيام الإنسان بالزراعة والصناعة آثار إيجابية بيفيدنا بيهم. أما بقى الأخطار أو الكوارث بتاعتها أو السلبيات، الملوثات الصناعية والتكنولوجيا المضرة وإزالة الغابات وحدوث التصحر وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة وحدوث خلل بالنظام البيئي، دي آثار سلبية. آثار سلبية. تقع بعض الآثار الناتجة عن الاحتباس الحراري بالنسبة لشمال الدلتا. هيحصل إيه بقى الاحتباس الحراري ده؟ زي ما قلنا هيحصل في اسكندرية كده، سيؤدي إلى تعرضها للغرق نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط بسبب ذوبان الجليد في منطقة القطبين. حدد العلاقة بين أسباب التصحر وحدوث الاحتباس الحراري، حيث أن التصحر يحدث بسبب قطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يعرف بالاحتباس الحراري. إزالة الغابات وبعض الأخطار البيئية، حيث أن قطع الأشجار وإزالة الغابات يؤدي إلى حدوث التصحر والاحتباس الحراري. آخر حاجة معانا بنقول حرائق الغابات وتغير المناخ، العلاقة ما بينهم، حيث أن حرائق الغابات تؤدي إلى انبعاث الغازات الدفيئة والتي تؤدي إلى الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى تغير عناصر المناخ الأخرى. وبكده نبقى خلصنا التدريبات بتاعتنا، واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد.